السلام عليكم حبايبنا طلاب وطلبات الصف الثاني الثانوي مع حل أسئلة التقييمات الأسبوعية لمنهج الفيزياء الفصل الدراسي الثاني 2026 الأسبوع الثاني. بسم الله نبدأ بالسؤال الأول. بيقول إيه؟ أولا السؤال الأول بيقول جسم طاقة حركته 2 جول، إذا زيدت سرعته للضعف فإن طاقة حركته تصبح كام؟ بصوا يا شباب، هو الكائي بتساوي نص ام في تربيع، وبالتالي السرعة بتاعتنا هنا لو زادت للضعف تخرج بأربعة، كده طاقة الحركة تزيد لأربع أمثالها، فأربع أمثال اتنين بيساوي تمانية. طالب يقول لي يا أستاذ النص دي أعمل فيها إيه؟ النص دي حاجة أصلية في القانون مالكش دعوة بيها خالص. السؤال اللي بعده، تسير سيارة كتلتها 2000 كيلو جرام بسرعة 60 كيلو متر على الساعة، فإن طاقة حركتها تساوي كام؟ اولا هو طاقة حركة السيارة المفروض نقول ان كي بتساوي نص ام في تربيع، وبالتالي القانون نص في الام ب2000 والفي ب60 بضربها في 5 على 18. ليه بضرب في 5 على 18؟ عشان احول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية، وطبعا ده كله هيبقى جوه التربيع، وبناء عليه هيبقى الناتج معانا بيساوي ايه؟ الناتج معانا بيساوي نص في 2000 في الآلة الحاسبة في 60 في 5 على 18 الكل تربيع، هيطلع الناتج عندي بيساوي 2.78 في 10 أس 5 جول. الإجابة نمرة ب. رقم 3، يوضح الشكل منظورا علويا لمقدار واتجاه كل من أربع قوى تؤثر على جسم موضوع على سطح أفقي، فإن التغير في طاقة حركته أثناء إزاحته 4 متر بإيه؟ التغير في طاقة الحركة هنا بتساوي نص ام في تربيع، بس انا لا معايا ام ولا معايا في، فاحنا هنستخدم القانون اف دي برضو، وبالتالي المفترض الدي عندي ب4 متر. طب اف بكام؟ بص معايا كده، اول حاجه المفروض ان ال2 نيوتن دي هتطير مع ال2 نيوتن دي، ف2 نيوتن و2 نيوتن هيطيروا مع بعض. طب ايه كمان؟ قال لك والله انا معايا 7 في اليمين وواحد في الشمال، فالواحد ده هيطير والسبعة دي تبقى ب6، وبالتالي هنا كله 6. 6 في 4 بتساوي 24. السؤال الرابع، الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين طاقة الحركة كائي لجسم كتلته M ومربع مقدار سرعة الجسم V تربيع. كتلة الجسم بتساوي ايه؟ أولا أنا عندي علاقة بيانية ما بين الكائي والفي تربيع. مين العلاقة دي فيزيائيا بيساوي نص M؟ طب رياضيا هيبقى تان 45. طب ما هو تان 45 بواحد، يبقى كده ام بيساوي 2 كيلو جرام. الإجابة نمرة ج. جسمان كتلة الأول ضعف كتلة التاني، وسرعة الأول نصف سرعة التاني، فإن النسبة بين طاقة حركة الأول إلى طاقة حركة التاني. هو معروف إن كائي واحد على كائي 2 هتساوي ام واحد على ام 2 في في واحد على في 2 الكل تربيع. ام واحد ضعف ام 2 كتلة الأول ضعف التاني، وسرعة الأول نص سرعة التاني تربيع، هيطلع الناتج هنا بكام؟ بنص. الإجابة هنا طاقة حركة الأول نص طاقة حركة التاني. يوضح الرسم البياني الذي أمامك العلاقة بين طاقة الوضع بي إي و اتش الارتفاع. وحدة قياس الميل بيساوي إيه؟ اللي أعرفه إنك لو قسمت البي إي على الاتش، البي إي أصلا بتساوي ام جي اتش، فالميل هيساوي ام جي. ام جي ده اللي هو الوزن. طب ما هو الام دي كيلو جرام والعجله متر على الثانيه تربيع، كيلو جرام متر على الثانيه تربيع اللي هي كيلو جرام متر ثانيه اس سالب 2. الاجابه د. تسلق ولد كتلته 60 كيلو جرام نخله ارتفاعها 400 متر، عاوز طاقه وضع الولد اعلى النخل. بي اي بتساوي ام جي اتش، الام ب 60، الجي ب 10، الاتش ب 400 سم، بضرب السنتي في 10 اس سالب 2 عشان احوله للمتر، فيبقى الناتج هنا 2400 جول. الإجابة نمرة ب. وصل رجل شقته صعودا على السلم مرة وباستخدام المصعد مرة ثانية. أي العبارات التالية صحيحة؟ الإجابة إن طاقة وضع الرجل متساوية في الحالتين. ليه يا أستاذ؟ صلى على النبي.
نفترض ان دي شقة الرجل اهي، وان ده المصعد. فالشخص هنا لو طلع عن طريق المصعد بالشكل ده، ده عن طريق المصعد. طب لو طلع السلم هيبقى كده. بصوا يا جماعة، طاقة الوضع ملهاش دعوة بشكل المسار بتاع الجسم، طاقة الوضع لها دعوة بالمسافة الرأسية، وطالما المسافة الرأسية متساوية يبقى الطاقة متساوية. عند الضغط على الزنبرك فإن الطاقة التي يمتلكها هي طاقة وضع، طاقة وضع المرونة. عند سقوط جسم من أعلى مبنى ارتفاعه دي بعجلة سقوط حر جي في زمن تي، قيمة طاقة وضع الجسم لحظة السقوط من أعلى. طبعا لحظة السقوط من أعلى طاقة الوضع بتاعته بتبقى أكبر ما يمكن، لأن طاقة الحركة هنا ساعتها بتبقى بصفر، لأن الجسم بيبقى ساكن لحظة السقوط. يقول لك سقط سقوطا حرا، يبقى هو سقط بسرعة بتساوي كام؟ صفر. فبالتالي ألف غلط وباء غلط وطبعا جيم غلط، لأن برضه كمية تحركه لحظة السقوط بكام؟ بصفر. هنا طاقة الوضع أكبر ما يمكن. كل دول بصفر ليه؟ لأن هو كان ساكن لحظة السقوط، يبقى سرعته بصفر. أراد حسن رفع صندوق كتلته إم مسافة رأسية 1 متر. يحتاج حسن إلى قوة تساوي إيه؟ طالما حسن هيرفع الصندوق مسافة رأسية يبقى هيحتاج قوة قد وزن الصندوق. طب لو حسن هيرفعه مسافة رأسية 1 متر، بس هيرفعها مثلا على زحافة بالشكل ده، هنا لا، هنا هيحتاج قوة أقل من وزن إيه؟ الجسم. يبقى إمتى كنت أختار قوة أقل من وزن الجسم؟ في الحالة اللي أنا قلت لك عليها. إذا كان جسم كتلته 2 كيلو جرام ويقع على ارتفاع 5 متر من سطح الأرض، طاقة الوضع بتاعته بإيه؟ طاقة الوضع بتاعت الجسم بي إي هتساوي ام جي اتش. الام ب2، الجي ب9.8، الاتش ب5. 2 في 9.8 في 5 يطلع 98 جول. لديك صندوقان A و B، وزن كل منهما 40 نيوتن و60 نيوتن على الترتيب. الصندوق A موضوع على سطح الأرض، والصندوق B على ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض. ما الارتفاع الذي يرفع إليه الصندوق A حتى يصبح له طاقة وضع الصندوق B؟ أنا عاوز طاقة وضع A بتساوي طاقة وضع B، وبالتالي وزن الصندوق A في H بتاع A هيساوي وزن الصندوق B في H بتاع B. وزن الصندوق A ب40، وزن الصندوق B ب60. ارتفاع الصندوق A معرفوش، ارتفاع B بكام؟ ب2. هيطلع عند ارتفاع الصندوق A بيساوي 3 متر. سلم طوله 6 متر يرتكز على حائط رأسي بحيث يميل على الأرض بزاوية 30. السلم اهو يا شباب طوله 6 متر، بيرتكز على حائط رأسي اللي هو الحيطة دي الحيطة اللي بيرتكز عليها. هحاول أظللها بالشكل ده، وفي نفس الوقت السلم ده بيميل على الأرض بالنسبة لنا بزاوية 30. هو مايل هنا بزاوية قياسها 30 درجة. طب وبعدين؟ فإذا صعد رجل كتلته 70 كيلو جرام هذا السلم، احسب الشغل الذي يبذله الرجل حتى يصل لنهاية السلم. الشغل اللي بيبذله الرجل هنا هو بيساوي اف دي كوزاين سيتا. الاف هنا وزن الشخص 70 في عجلة الجاذبية 9.8، والدي المسافة اللي هيطلعها 6. كوزاين الزاوية تبقى كام درجة؟ 60. طب ليه يا أستاذ؟ بص يا شباب، لو جيت تشوف معايا هو الراجل اهو، طالما هو طالع تبقى قوته الأعلى وده اتجاه الحركة، فالزاوية بين القوة والحركة كام درجة؟ 60. الناس اللي اشتغلت معانا في درس الشغل عارفة الكلام ده كويس. طب ماشي، الناتج ده هيطلع بكام؟ تعال نحسبه كده. الناتج ده هيساوي 60 أو 70 في 9.8 في 6 في كوزاين 30 60. هيطلع الناتج 2058 جول. بيقول لك احسب لي بقى طاقة وضع الرجل أعلى السلم. طاقة وضع الرجل أعلى السلم البي إي هتساوي ام جي اتش. الام ب70 والجي ب9.8، والاتش هنا بكام بقى؟ معروف في درس الرياضة ان ده مثلث 30 60، فالضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، يبقى المسافة الرأسية للراجل ده يطلع 3 متر. هيطلع الناتج 2058 جول برضه.
وده معناه ان الشغل اللي بذله الرجل تحول لطاقة وضع. نروح لأسئلة التقييمات الأسبوعية للأسبوع الثاني. السؤال الأول: جسم طاقة حركته 4 جول، فكم تكون طاقة حركته إذا تضاعفت سرعته؟ زي ما قلت لك كي بتساوي نص ام في تربيع. السرعة تضاعفت يبقى كده 2 تربيع ب4. طاقة الحركة تزيد ل4 أمثالها. 4 أمثال ال4 كام؟ 16. ميل الخط المستقيم في الشكل ده. الميل هنا هيساوي الوزن، لأن بي اي بتساوي ام جي اتش، فالميل هيساوي وزن الجسم اللي هو حاصل ضرب ام في جي. إذا قذف جسم رأسيا لأعلى فأي الكميات الفيزيائية الآتية تساوي صفر عند أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم. عند أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم الكمية اللي هتساوي صفر هي بتساوي سرعته، لأن الجسم لما يوصل لأقصى ارتفاع المفترض سرعته بتساوي صفر. الشكل المقابل يوضح رافع أثقال يرفع كتلة مقدارها 100 كيلو جرام، فيكون الشغل المبذول بواسطة رافع الأثقال ليرفع تلك الكتلة من الأرض لارتفاع 2 متر. الشغل المبذول هنا هيساوي اف في دي، ده لو هحسبها كشغل. الاف هنا هي وزن الثقل، ام في جي 100 في 10، والارتفاع 2، هيطلع الناتج هنا بيساوي 2000 جول. احسب الشغل المبذول لرفع جسم كتلته 50 كيلو جرام لارتفاع 2.2 متر. الشغل هو طاقة الوضع ام جي اتش. 50 في الجي هنقول ان هو 9.8 في الاتش بيساوي 2.2. طبعا لو قلنا 50 في 9.8 في 2.2، وهنا هو مخطئ ما جابليش قيمة عجلة الجاذبية. جسم كتلته ام موضوع بالقرب من سطح الأرض. إذا كانت طاقة وضعه عند نقطة على ارتفاع 5 متر من سطح الأرض بتساوي 980 جول، وعجلة الجاذبية 9.8. أنا عاوز كتلة الجسم. معروف يا شباب إن البي إي هتساوي ام جي اتش. بي اي هنا 980 بتساوي ام معرفهاش، جي ب9.8، اتش ب5. هتطلع الام معانا بكام؟ 980 على 9.8 في 5، هيطلع ام بتساوي 20 كيلو جرام. الإجابة هنا نمرة كام؟ 1000. الأشكال المقابلة توضح 3 مسارات مختلفة مهملة الاحتكاك يمكن أن تسلكها كرة ساكنة موجودة عند سطح الأرض تصل لارتفاع معين. أي مسار يكون الشغل المبذول لرفع الكرة أكبر؟ الشغل المبذول لرفع الكرة هنا بيساوي طاقة الوضع، وفي حالة طاقة الوضع يا جماعة هي بتعتمد على المسافة الرأسية، ما بتعتمدش على شكل المسار اللي بيسلكه الجسم، وبالتالي طالما ما بتعتمدش على شكل المسار الإجابة إن طاقة الوضع متساوية في المسارات الثلاثة. الشكل المقابل يوضح منحنى الإزاحة والزمن لجسم كتلته 20 كيلو جرام. طاقة حركته بكام؟ هو احنا لو جينا نشوف كي اي هتساوي نص ام في تربيع، يعني نص في الام ب20 في السرعة. السرعة تيجي هنا من فرق الصادات على فرق السينات، ما هو 25 على 5 فعل 5 تربيع، فيطلع الناتج هنا بيساوي 25 في 10 بيساوي 250 جول. الشكل المقابل يوضح جسمان A و B كتلتيهما M و 2M يتحركان بسرعة منتظمة V و 2V على الترتيب. طاقة حركة A هي KE، عاوز طاقة حركة B. هو طاقة حركة A على طاقة حركة B هتساوي كتلة A على كتلة B في سرعة A على سرعة B الكل تربيع. كتلة A هنا ب M اللي هي بواحد، وB ب3M. سرعة A بواحد في والتانية باتنين في الكل تربيع. هيطلع الناتج هنا 1 على المفترض هنا 3 في 4 بكام؟ ب12. 3 في 4 ب12. طب ماشي، لو 3 في 4 ب12 هنا في الحالة دي كي اي الأولانية بكي اي، عاوز طاقة حركة الجسم بي. طاقة حركة الجسم بي هنا يساوي 12 كي اي. 12 كي اي للأسف الإجابة مش موجودة في وسط الاختيارات، بس الناتج الصح هو 12 كي اي. الشكل المقابل يوضح منضدة ترتفع نص متر عن سطح الأرض موضوع عليها كتاب كتلته 2 كيلو جرام، عاوز طاقة الوضع. طاقة الوضع بتاعت الكتاب يا شباب ام في جي في اتش.
ام هنا ب2 والجي ب9.8 والاتش بنص، هيطلع 9.8 جول. في الشكل المقابل أسقط شخص جسما كتلته 2 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر فوق سطح الأرض، والتقطه شخص آخر على ارتفاع 1.2 متر من سطح الأرض، فإن قيمة النقص في طاقة الوضع بتساوي إيه؟ النقص في طاقة الوضع بي إي دلتا بي إي هتساوي ام في جي في دلتا اتش. الام عندي بيساوي 2 كيلو جرام، والجي بيساوي 10، والدلتا اتش هقول له 10 ناقص 1.5، يعني هيساوي في الآخر 2 في 8.5. 2 في 8.5 هيساوي 17 جول. جسمان A و B سقطا نحو سطح الأرض سقوطا حرا من الارتفاعين الموضحين بالشكل. النسبة بين طاقة حركة الجسمين كائل A على كائل B لحظة اصطدامهم بالأرض. هو ده لسه هناخده في قانون بقاء الطاقة الميكانيكية، بس طاقة حركة A على طاقة حركة B لحظة الاصطدام بالأرض هتساوي طاقة وضع A على طاقة وضع B عند أقصى ارتفاع. طاقة وضع A وطاقة وضع B على أقصى ارتفاع هتساوي إيه؟ صلى على النبي. ال A كتلته 2 والدي ب3 دي، وهنا ال B كتلته 1 والدي ب1، هيطلع الناتج بيساوي 6/1. الإجابة هنا هتبقى نمرة د. قذف حجر بسرعة معينة رأسيا لأعلى من سطح الأرض، فوصل الحجر إلى ارتفاع 12 متر، فإذا قذف نفس الحجر بنفس السرعة على سطح القمر فإن الارتفاع الذي يصل إليه الحجر يساوي كام؟ علما بأن عجلة الجاذبية على سطح الأرض سدس عجلة الجاذبية على سطح عجلة الجاذبية على سطح القمر سدس عجلة الجاذبية على الأرض. بصوا يا شباب، هو طالما انت قذفت الحجر لأعلى بنفس السرعة، يعني الحجر هنا نفترض ان ده الأرض وده القمر والسرعة هنا زي السرعة هنا، يبقى طاقة الحركة هنا زي طاقة الحركة هنا، وبالتالي ده لما هيوصل لأقصى ارتفاع وده لما هيوصل لأقصى ارتفاع طاقة الوضع هنا هتساوي طاقة الوضع هنا. فأنا عاوز الارتفاع اللي بيكون فيه طاقة الوضع مالها متساوية، لأن هنا طاقة الحركة بالكامل اتحولت لطاقة وضع. وبناء عليه الحل هيتم كالتالي: إن هقول له الأول إن بي إي على الأرض هتساوي بي إي على القمر، يعني ام جي اتش على الأرض هيساوي ام جي اتش على القمر. الام هنا او الجي متساويه، او اسف الجي مش متساويه طبعا، الكتله هنا هتبقى متساويه، هي نفس الكتله. الجي على الارض بكام؟ الجي على الارض مثلا بجي، والارتفاع على الارض بكام؟ ب12. الجي على القمر بسدس جي، والارتفاع على القمر معرفوش. شيل الجي مع الجي هيطلع 6 في 12، 6 في 12 هيساوي 72. في الشكل المقابل أي العبارات التالية صحيحة: طاقة وضع 1 أكبر من طاقة وضع 2، وطاقة وضع 4 أكبر من 3، والسرعة عند 3 بتساوي 0، ولا تقل طاقة الوضع تدريجيا أثناء حركة الرجل من الموضع 2 إلى الموضع 4؟ طبعا هو واضح جدا إن الإجابة الصح هي د، بس تعال أقول لك صلى على النبي. ده المستوى بتاع الشخص 2، ده المستوى بتاع الشخص 3، ده المستوى بتاع الشخص 1، وده المستوى بتاع الشخص 4. فنجد ان طاقة وضع الرجل 1 اقل من طاقة وضع 2، وبالتالي ده غلط. طاقة حركة 4 اكبر من طاقة حركة 3. طاقة حركة 4 اكبر من طاقة حركة 3، والله دي صح، لان المفترض ان 4 هنا سرعته هتبقى اكبر، وبالتالي طاقة حركة 4 اكبر من طاقة حركة 3. تقل طاقة الوضع تدريجيا اثناء حركة الرجل من الموضع 2 الى الموضع 4، برضو صح. طب السرعة عند 3 بتساوي 0؟ لا، السرعة عند 3 لا تساوي 0، فالإجابة الصح هي باء ودال. الشكل البياني المقابل يعبر عن تغير طاقة حركة جسم كتلته إن بمرور الزمن. هل الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أم متغيرة؟ بصوا يا شباب، لو الجسم كان بيتحرك بسرعة منتظمة هتبقى طاقة حركته ثابتة، ده في حالة السرعة مين؟ المنتظمة. هو هنا المفترض طاقة الحركة بتزيد بمرور الزمن، إذا سرعته مؤكد إن هي متغيرة. كل التوفيق لكم يا شباب.